السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دينا من قناة كيدز كورنر وفيديو جديد. فيديو النهاردة ريفيو سريع كده عن حاجة عملتها جديدة، فحبيت اشارككم فيها. ولو طبعا عوزتوا اي تفاصيل فيها قولولي وانا اصور لكم طريقة العمل، بس حبيت اشارككم الافكار لانها عجبتني جدا بصراحة. دي شنطة كتب تفاعلية، مجموعة من الكتب يعني هنشوفها دلوقتي مع بعض، لمركز للرعاية النهارية. بصوا ده اللوجو بتاع المركز اصلا، هو في القاهرة. طبعا احنا برضو اللي عاملين الشنطة بالتفاصيل بتاعها دي كلها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا المنظر من جوه عامل ازاي. اصلا الالوان بداية كده الالوان مبهجة مفرحة جدا. نخلي ده كده. بصوا الكتاب بيبقى مجموعة من التدريبات على حاجات معينة، يعني مثلا كتاب عن الأرقام، كتاب عن فصول السنة. ثواني علشان اهو، كتاب عن فصول السنة، كتاب عن وسائل المواصلات، الحروف، المباني، الحواس، العائلة، الأشكال، والحيوانات. اظن مفيش حاجه ما اتذكرتش، يعني كل حاجه المفروض نشرحها للاطفال او نوصفها لهم او يبقوا عندهم فكره عنها في السن ده متاحه، من اشكال وارقام وحروف وحتى افراد العائله. ما سيبناش حاجه يعني. برضو لو عندكم حاجات احنا ناسيينها ولا ما جاتش في بالنا ممكن تبعتوا لنا عشان نعملها في الباكج الجديد. طبعا التفاصيل من جوه تحفه. مش هينفع ليها فيديو واحد، طبعا هوريكم كتاب بكل التفاصيل اللي فيه على فيديوهات متقسمه كده عشان الوقت ما يبقاش طويل عليكم. بصوا كتاب مثلا الحيوانات، في افكار كتير مش مجرد صور محطوطه كده. يعني مثلا دي متقسمه كده وبنشيلها للطفل وهو يشوف النص التاني من كل حيوان ايه. حاجه زي كده مثلا مش مجرد صوره برضو، لا ممكن نحكي عليها بقى قصص وحكايات للأطفال ونحرك الصوابع كده من جوه. مثلا كل حيوان من دول أكله بيبقى عبارة عن ايه وبنأكله. الأرنب اهو بياكل الجزر، الكلب بياكل مثلا العظم، وهكذا. هنا مثلا كل حيوان بيته بيبقى شكله ايه، يعني مثلا السمكة في حوض السمك، النحلة في الخلية بتاعتها، الكلب في البيت بتاعه، البطريق في الجليد، الضفدع على الخضار بتاعها في البحيرة، وهكذا. افكار بقى كتير وجميلة جدا جدا. ده مثلا الحيوانات. نشوف مثلا الاشكال. طبعا شامله الاشكال الهندسيه بقى كلها. هنا مثلا الظل، والطفل بيطلع الشكل اللي يمشي على الظل بتاعه اهو، وهكذا. هنا كل شكل مكتوب عليه الاسم بتاعه، والطفل برضو بيشوف المربع شكله فين اهو. حتى اللون كمان عاملينه متقارب، يعني اللون الاحمر، الينزاري، الاخضر، الرصاصي، اللبني، الاصفر. يعني في تكات بسيطة كده بس هتفرق مع الاطفال جامد طبعا. حاجة زي كده مثلا، هنا جيب كده ومعمول فيه الاشكال دي. نطلع مثلا الشكل اللي احنا عاوزينه وقصين على اساسها الاشكال بالجوخ، وهو بقى يجمع شكل المسدس ازاي، وليكن كده.
هنا البرتقاني، مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، بس انا هوريهولكوا دلوقتي، هجمعه واوريهولكوا. اهو ده شكل المسدس زي ما هو موجود بالظبط في الصورة عملناه. طبعا في اشكال بقى كتير، مسدس، قطر، دايرة، دايرة بيت، حاجات من دي، صاروخ، حاجات من دي بقى كتير، شمعة مثلا، وعاملينه بنفس الالوان علشان ما يتلخبطش برضه. ده بيساعده على تكوين الاشكال. طبعا في حاجات كتير بقى يعني مفاهيم خاصة بالموضوع ده، مثلا تساعده على حل المشكلات والصبر، ويبقى عنده طولة بال وكلام كتير كده يعني. ده مثلا كتاب الاشكال. ده كتاب العائلة، حلوة قوي. دي شجرة العائلة، طبعا موصلين كده، وليكن مثلا دي ايه، دي الام، هنلزق عند الام كده. دي ايه، دي الجدة، هنلزق عند جدتي كده، وهكذا. طبعا نشيل دول عشان نعرف نقلب. ده تعريف انا، الطفل، امي وابي، جدي، جدتي، اختي واخي. اهو طبعا هي برضو مش مجرد رسومات كده، احنا عاملين كده فاصلين الوجوه عن الجسم، وهو بيشوف ده شكل مين، ده شكل جدتي، هنلزقها هناك. هنا مثلا ده شكل الاب، يبقى هناك انا، وهكذا. يعني مش مجرد رسومات ملزوقه وهو هيقرا التعريفات بتاعها، لا خالص، هيتدرب عليها وهنشغله معانا وكل حاجه. نشوف واحد كمان ولا كفايه كده؟ اظن كفايه كده عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. هوريكم بقيه الاشكال في فيديوهات منفصله علشان تعرفوا تشوفوا الافكار وتستمتعوا بيها براحتكم. ولو في اي تعليق اكتبوا لي في الكومنتات، ولو الفكره عجبتكم والباكج كله على بعض عجبكم، لو عايزين كمان تعملوا اوردر كلموني، اكتبوا لي كومنت وهسيب لكم الواتس بتاعي، سواء استفسار او اوردر او اي حاجه تانية. متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس على كل عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.